السلام عليكم على أحلى وأغلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. فيديو النهاردة فيديو مميز، هعمل معاكم اللحمة الحمرة بطريقة تحفة، ريحتها جنان وهتلاقيها دايبة معاكي دوب، ومن شدة الريحة وجمالها مش بعيد ان تلاقي الجيران عندك في البيت. بس كملي معايا الفيديو للآخر وانت هتطلعي مستفادة. يلا نسمي بسم الله ونبدأ. انا جبت اللحمة الحمرة طبعا وغسلتها كويس خالص ونضفتها بالطريقة اللي انت شايفاها دي. معايا حلة على النار هحط فيها معلقتين من السمنة البلدي، وهنزل باللحمة بتاعتي. لو انتي عايزة تقطعي اللحمة قطع اصغر من دي قطعيها، لو مش عايزة تقطعيها قطع اصغر من دي والقطع دي عجباكي يبقى خلاص تمام. انا قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان هي لسه هتستوي معانا، ولسه كمان هحطها في الخضار فهي هتدبل معايا. بس انتي لو عايزة تصغريها اكتر من كده صغريها. نزلت طبعا بمعلقتين من السمنة البلدي ونزلت عليهم باللحمة بتاعتي، هتديهم تشويحة كويسة خالص خالص لحد ما لون اللحمة يغير معاكي. عايزة تحمري اللحمة اكتر من كده، يعني تديها تشويحة جامدة وتلاقيها كده حمرت خالص، ماشي عاجبك اللون ده وحلو كده يبقى خلاص تمام، هو كده كويس. بس انتي لو عايزة تحمريها يعني اكتر من كده حمريها. نزلت عليها بالمية بتاعتي، طبعا المية تكون سخنة خالص، دي بقى ما تكون انتي حطاها في الكتل او جايباها من السخان. هتبدأ اللحمة بتاعتك تطلع الريم بتاعتك، هتشيليها من عليها. انا طبعا والله غسلة اللحمة ومنضفاها على الاخر، بس اكيد طبعا اي لحمة او فراخ هتحطيها في الحلة هتطلع لك ريم. هتشيلي الريم ده كويس خالص. وبصوا اقولكم حاجة حلوة كده في اللحمة او الفراخ، لو انتي كنتي حاطة لحمة او فراخ في الفريزر ما تطلعيهاش وتفكيها بمية سخنة او بمية باردة، تطلعيها من الفريزر. يعني انت لو هتسويها في الظهر او هتسويها الصبح تطلعيها من الفريزر من بالليل وهتحطيها في اي معون على الرخامة عشان ما تفقدش كل السوائل اللي فيها. لو انت فكتيها بمية سخنة او بمية باردة مش هتستفادي منها ابدا، السوائل كلها اللي فيها هتضيع. خلاص الشوربة غلت معانا، حطيت لها فصين من الحبهان وورقة لورا واحدة عشان ما تضيعش طعم اللحمة معايا. حطيت طاسة على النار فيها معلقة من الزيت، حطيت فيها كام فص، يمكن 10 كده فصوص من الثوم. هتخليها لحد ما لون الثوم يوصل للمرحلة دي، انا عايزاه بني بني غامق، تلاقيه كده دبل معاكي ولونه وصل للشكل ده. هتنزلي بالبصل، بصل اكبر من كده شوية، بس اهم حاجة ما يكونش التقطيع بتاعت البصل رقيقة او صغيرة عشان البصل لسه هيستوي معانا تاني، فمش عايزينه يصغر اكتر من كده. خلاص البصل دبل، نزلت عليه بالفلفل بتاعي برضو هتشوحيهم كويس مع بعض. خلاص اللحمة بتاعتي وصلت درجة السواني بتاعها حوالي 95% كده تمام. عشان تكمل سوا لسه في الخضار بتاعنا، اديت الخضار تشويحتين كده 3 في الطاسة بتاعتك. انا مش عايزة اشوح الخضار بتاعي خالص، انا عايزة الخضار يفضل زي ما هو، بس انا قلبته في الطاسة كده عشان يدبل معاكي ويحتفظ بريحته ويحتفظ بالسوائل بتاعته عشان لسه هيستوي تاني في اللحم. نزلت عليه ب3 طماطميات مبشورين، ما تخلطهمش في الخلاط، انا عايزة الطماطم فيها قطع كده طماطم، مش عايزاها مش عايزاها مخلوطة، انا عايزاها مبشورة. خلاص كده تمام. نزلنا بالطماطم كويس، هتشوحيها كويس خالص مع الخضار اللي انت حطيتيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزه كله يشرب من كله. بصوا الوصفه دي انا مش عايزه افتكاسات كتير، انا حطيت لها بس رشه من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود ونص معلقه من البابريكا بس، مش ما تحطيش اي توابل تاني عشان هي اصلا طعم اللحمه حلو، والخضار اللي انتي حاطاه ده طعمه حلو لوحده. حطيت عليهم 3 كوبشات من الشوربه عشان هنزوده لسه بيهم اللحمه. جهزت البطاطس بتاعتي، تنسمن برضو في الطاسة وهتحط فيها البطاطس بتاعتك. انا عايزة البطاطس متحمرة، يعني مش عايزاها لونها ابيض يعني زي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. لو عايزين برضو تحمروها اكتر من كده تاني حمريها. خلاص حطيت البطاطس بتاعتي، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلاص كده البطاطس بتاعتي حمرت وبقت كويسة تمام التمام. هجيب الطاسة بتاعتي وهبدأ ارص فيها البطاطس بتاعتك، ترصيها تحطيها بالشكل ده، المهم تحطيها كده كده هتستوي في اللحمة وهتبقى زي العسل وهتطلع دايبة معاكي دوب وريحة وطعم بصراحة تحفة. خلاص حطيت البطاطس وحطيت هتحطي عليها نص الخلطة اللي انتي حطاها، ما تحطهاش كلها،
هتحطي طبعا قطع اللحمة بتاعتي مش مستوية، يعني حوالي 95% سوا كده، لسه هتستوي تاني معانا. حطينا اللحمة، هتبدأ تحط عليها الخضار اللي انتي عاملاه. هتحطي الخضار تغطيه كويس وبالمعلقة كده، وهتبدأ تدخلي كل حاجة بوسط اللحمة وسط البطاطس، عشان ايه؟ البطاطس تشرب كويس خالص من الخضار اللي احنا حاطينه، وبرضو اللحمة تشرب، وان شاء الله طعمها هيطلع تحفة ومش هتبطلي ابدا تعمليها. شايفين؟ بصوا المنظر، والله كان طعمها تحفة. هتغطيها بورق سلوفان وهتدخليها الفرن، هتقعد معاكي نص ساعة، هتطلع معاكي تحفة. قلنا بقى نغيره من الرز والمكرونة على طول، قلنا نعمل شوية لسان عصفور كده خفاف وحلوين، رغم اني مش كنتش عايزة اصلا اعمل لا لسان عصفور ولا اي حاجة. هي الاكلة دي تمام التمام في الشتاء كده، تاكليها ترم العظم، مش عايزة اي حد جنبيها بصراحة، هي تحفة. هتحطي معلقتين سمنة بلدي في الحلة، وهتنزل عليهم بلسان العصفور. هتشوحي طبعا لسان العصفور خالص، انا عايزة لسان العصفور يتشوح لحد ما يوصل لونه للون البني الغامق، مش عايزاه اصفر بس، عشان لما تيجي تزوديه بالشوربة ما يعدنش منك. لو محمرتيش خالص هيعدن منك في الشوربة. يوصل لونه للون البني اللي زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على النبي. تنزل عليه بمرقة من الدجاج، وهتبدأي برضو تقلبيه كويس. لو مش عايزة تحطي مرقة، هي كده كده الشوربة بتاعت اللحمة تقيلة وحلوة ومش محتاجة حاجة، بس انا بصراحة بحب احط المرقة عشان بحبها في الاكل بصراحة. بس انت لو عايزة تستغني عنها عادي استغني عنها. خلاص قلبته قلبتين كده. هتظبطي طبعا الملح بتاعه، كده كده انت حاطة في الشوربة ملح، بس برضو هتظبطي الملح بتاعه عشان متحسيش انه مش مالح معاكي. المية بتاعت العصفور هتبقى زايدة عن مية الرز او المكرونة. انا عايزة المية بتاعت لسان العصفور يبقى العصفور فيها عايم، عشان لسه هيستوي. لما يستوي كده هتطفي عليه البوتاجاز وهيكون 95% سوا كده، وهيبقى هيكمل باقي السوا بتاعه في المية في الشوربة بتاعته، فبيشرب من الشوربة دي. فاحنا عايزين نزودوا له مية كتير عشان لما يستوي ما ياخدش الشوربة كلها. خلاص العصفور استوى، طفيت عليه، وبكده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللحمة بتاعتنا خلاص طابت واستوت على الآخر وما كانتش مهرية، والبطاطس برضو استوت وكان طعمها تحفة. وكانت البطاطس شاربة من اللحمة، وكانت اللحمة طعمها والله العظيم عسل. جربوا الوصفة دي وإن شاء الله هتعتمدوها على طول، مش هتبطلوها أبدا. واللحمة بتاعتي كان فيها كده حتت دهنة حلوة، فكنت بتاكليها كانت ليها طعم حلو وريحة حلوة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصراحة يعني الوصفة دي ما تفوتكمش، جربوها وإن شاء الله هتعتمدوها وإن شاء الله هتعجبكم. بس لو عجبك الفيديو وعجبتك الوصفة ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي هنا في القناة. واشوفك على وصفات تانية بإذن الله.